تقول صاحبة القصة: أنا بنت عمري الآن 23 سنة. بدت قصتي من طفولتي، أو بالأصح من ولادتي. أمي تكرهني، أو بالأصح تفرقني عن باقي أخواني وأخواتي، والسبب إن بنفس اليوم اللي ولدتني فيه أبويا راح يخطب واحدة من جماعته، وأمي عرفت بالموضوع. وطبعا أنا صرت على كلامها إنه من أول ما أنا انولدت ما شافت الخير. وبعدها مرت السنين وأمي على نفس معاملتها القاسية معاي، الضرب والسب. كنت أذكر البنات معايا في المدرسة كيف كانوا يذكرون إن أمهاتهم طيبات وحنونات، وأنا كنت أتمنى شوية من الحنان هذا. كبرت مشاكلي إلين ما وصلت أول ثانوي، وكان واحد من أعمامي بيته ورا بيتنا بالضبط. وتعرفون وقتها البنات كل واحدة تحب واحد. ومن هذا الكلام للمعلومية، إحنا عندنا ممنوع الجوالات. إذا تزوجت بكيفك أنت وزوجك يسمح لك ولا لا. المهم كانوا صحباتي يقولون تعرفت على واحد، واللي تقول ولد خالتي يحبني، واللي ما أدري إيش. طبعا أنا أعرف إنه غلط حاليا، بس وقتها كنت أحس بأنه شيء عادي، ما كان عندي توعية. المهم كانوا يجون عيال عمي ويسهرون عندنا، وأحيانا ينامون عندنا. ففي واحد منهم من زمان وأنا أحسه غير عنهم مرة، كان طيب وهو أكبر مني ب4 سنوات. المهم إني كنت أشوفه، والله العظيم ولا عمري كلمته ولا عمره قرب مني. مجرد إني كنت أنظر له من ورا الباب، وأروح اليوم الثاني لصحباتي وأقول لهم إني شفته. بس هذا الشيء بس، حرفيا ما في ولا شيء بيني وبينه. تعرفون وقتها كانت هبة إن عندي دفتر وذكريات وأكتب فيه يومياتي، رسماتي، أشياء كذا تافهة على قدي. داومت وأنا متضايقة، أحس إن في شيء بيصير. قلت لصحباتي إذا ما داومت بكرة أعرف إنه صار لي شيء. كملت اليوم وطلعت البيت، إلا أشوف أمي واقفت لي في الحوش، مسكتني وربي من شعري وتسحبني بالأرض إلين ما وصلتني داخل البيت وتدوس علي برجلها. قاعدة تصارخ علي وأنا ما أدري إيش فيه. راحت أمي ونادت أبويا وتوريه إيش فيه في دفتري. قل له شوف بنتك بتفضحك، شوف إيش سوت من وراك، الله أعلم. ويا سكت وقال لي روحي بدلي وتعالي. وأنا بالقوة أسحب رجولي يلا أمشي من الضرب اللي جاني. ورجعت لأمي لقيتها مكلمة زوجة عمي وقايلت لها أضفي ولدك هذا، ما احنا مأمنين فيه، ولا عاد أشوفه يجي، وكلام ما له أساس. رحت عند أبويا وأنا أبكي وأحلف له أن ما بيني وبينه شيء، ولا حتى شافني. أنا بس كذا أتخيل وأكتب والله ما في شيء. والحمد لله أن أبويا صدقني وقال معليش أكيد أن أمك معصبة، خلاص يا بنتي أنا بشوف إيش السالفة. ومرت 3 شهور وأنا في جحيم بسبب أمي، وكل ما شافتني تسبني ويا راعية الرجال. تجلس كذا تتكلم قدام أخواني وأخواتي ولا حد يكلمها، كذا تفضحني قدام أخواني وأخواتي وتقول لا حد يكلمها، هذه مي متربية، وكلام يسم القلب. عدت أولى ثانوي وصرت ثاني ثانوي، وأمي نفسها ما تغيرت، لدرجة أنها صارت تمنعني عن كل شيء حرفيا، وتقصر علي وتمدح أخواني وأخواتي وتشيلهم عن الأرض، وعادي يقصرون بشغل البيت، وبالعكس تروح تساعدهم، وأنا زي الخدامة تحاسبني على قطرة الموية لو بقت ورايا. وفي يوم جو عندنا حريق وعادي كشخت وطلعت لهم، ورجعت داخل أجهز أغراض دوام بكرة، وصار حدث سخيف نستحي حتى اني اذكره لكم. وتعالوا شوفوا الصراخ، وتقول انتي من يبغى يتورط فيك، انتي من يتحملك، مصيبة تمشي على الارض. درين حتى الحريم اللي جو اليوم يقولون هذه بنتكم ما هي زي اخواتها، الله يعينها ويصلح حالها، غريبة ما اخذت من جمال امها وابوها، والله يهدي من يتزوجها، وكلام تافه ما له اي معنى. وما هو مدح، لكن الحمد لله لي نصيبي من الجمال. المهم جاء اخوي الكبير وفكني من امي، يبغون يعرفون ايش السالفة. قامت امي والفت سوالف جديدة واشياء ما صارت. قام أخوي الكبير وقال لأمي خليها عليا أنا اللي بربيها، وقام يهدد فيني ودخلني الغرفة وقفل علينا الباب. تعالوا شوفوا إيش صار. تحسبونه ضربني ولا خاصمني؟ لا 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 لا. قال اسمعي، ما عليك من أمي ولا من الحريم هذولا، والله إنهم ما يستحون، بس كذا مرفوع ضغوطهم عشانك مدللة عند أبويا، وكلنا ترين نحبك، ولا يهمك أمي اتركيها عليا. ومن يومها أخويا هو درعي بوجه أمي، وأي أحد يرمي عليا كلمة بس أقول لأخويا وخلاص أنسى الموضوع، أعرف إنه بيحلها وبيتصرف. خلصت ثاني ثانوي بمعدل ممتاز، وكنت علمي، ودخلنا ثالث ثانوي. صح إن أمي ما تركتني بحالي الفترة اللي راحت، لكن اللي كان يمسكها عني أخويا اللي قلت لكم عليه. كملت ثالث ثانوي وتزوجوا 3 من أخواني، وأختي الكبيرة كبيرة في البيت وزادت المسؤولية، لأن أمي باختصار كانت حامل وكل شيء أنا أمسكه. المهم بيوم كذا على نهاية ثالث ثانوي حضرنا زواج، وشافتني حرمة، وثاني يوم دقت على أمي تخطب، وهلت أمي ورحبت فيهم وجو شافوني، وما حد قال لي أي شيء عن خطيبي هذا، مع إنه يقرب لنا. سألوا أمه وأبوه ويحلفون
إنه عاقل وطيب ويصلي ودينه أهم شيء. وخلاص استخرت وأنا بقلبي أقول خلاص خليني أوافق وأفتك من هذه العيشة، تاحي من تسلط أمك ومن القسوة هذه، عيشي حياة بعيدة عن الأذى والمجتمع هذا. وافقت وأنا كل حزن وضيقة، والله إني كنت أبكي وما أبغى، لكن الظروف حكمتني. بعدها بأسبوع تمت الملكة وتخرجت من الثانوي، وجلست 3 شهور مملكة وممنوع إني أتكلم مع خطيبي أو زوجي حتى لو ملكتي عليه، كذا كان عندنا النظام. فأنا في بالي أقول كيف أتزوج وأنا ما أعرف عنه شيء؟ كان زوجي يدق على أخويا وكان يكلمني على الخفيف، إلين ما اشترى لي زوجي جوال هدية بعيد الفطر، ومعارضة أمي مستمرة ما تكلمين ومشاكل ما لها أول من آخر، وسحبت الجوال مني إلين قبل الزواج بكم يوم رجعته لي، وأنا سكت ما أبغى أتهاوش وخلاص ما بقي شيء على الزواج. المهم جاء اليوم اللي نودي فيه الدبش حقي، والصدمة اللي صارت إن أمي رفضت تروح تودي دبشي لشقتي، قالت مالي دخل، وجلست تدعي وتتحسب علي وتدعي من قلبها. شكيت بنفسي أنا إيش سويت؟ لا من جد أنا إيش سويت؟ وبعد محاولات رافضة، بعدها راحوا أخواتي ودوا دبشي، وأقول في قلبي اللي هذه أولها الله يستر من آخرها. بس جالسة أبكي، يعني ليلة زواجي كذا قاعد يصير، يعني ما قدرت تعاملني كويس ولو ليوم واحد. رجعوا أخواتي والحمد لله ما قصروا، سووا كل شيء وجهزوا لي كل حاجة، وجاء يوم الزواج وعدى على خير، ورحنا أنا زوجي الفندق وأمورنا تمام الحمد لله. صحينا اليوم الثاني على دقة باب الغرفة بالفندق، راح زوجي يفتح إلا طلعوا أمه وأخواته وأخوه معاهم كلهم على الباب. استغربت إيش ما انتظروا لين نرجع البيت على الأقل. ما علينا، جلسوا يضحكون ويسولفون مع بعض، وتناظرني أمه تقول ها ما حملتي ويضحكون. استغربوا. وقتها عرفت إني أنا ما راح ارتاح للأبد دام هذه أول سالفة يسألوني عنها. قمت وسويت نفسي أرتب وأشيل، وراحوا بعدها بساعة وقضينا أجمل 4 أيام في الفندق. رجعنا شقتنا وهنا كانت الصدمة. جاء مسكني وجلسني وقال لي بقول لك شيء لكن لا تزعلين. قلت تكلم إيش فيه؟ قال أنا تركت وظيفتي والآن ما عندي أي دخل، بس لا تشيلين هم بدور وظيفة. قام ونزل عند أهله وخلاني. أنا ما عاد عرفت إيش أسوي. أنا تركت الحين أهلي والمشاكل والتقصير، والحين زوجي طلع ما عنده وظيفة، كيف بنعيش؟ كيف وكيف؟ مع العلم إن أمه يوم خطبتني قالت إنه متوظف وظيفتين وحالته كويسة وهي تطلب وما عليها. وين الحلف في الكلام؟ لا يكذبون. المهم جلس 2 شهر بدون أي وظيفة، عايش على الدعم الحكومي. المهم أذكركم إني أنا كنت متخرجة ومقدمة على الجامعة، والحمد لله بعد الزواج ب2 قبلوني. داومت وكنت أستلم المكافأة، ولقيتني ما كنت أستلمها. صار يحاسبني عليها ويهاوش إذا قلت له إني خلصتها. صدق إنه كان طيب، لكن ما توصل فيه كذا إنه يحاسبني على مكافأتي. وعطيته وتحملت. ما أبغى أرجع للمشاكل وعند أهلي، مع العلم إن أهله ملقوفين بشكل ما تتصورونه، لدرجة إني أقفل باب الشقة وأقفل الأنوار عشان يحسبوني أنا ماني في البيت، وإذا عزمت أحد وما ناديتهم يزعلون ويشكون لزوجي، وقصص لو أحكي ما بخلص. عدت 7 شهور على الزواج، وقدر الله اني احمل. فرحنا وانبسطنا وكل شيء كان تمام، وحصل وظيفة، يعني مو ذاك الزواج لكن اهون من قبل. عدى على حملي 2 شهر تقريبا وترك وظيفته، واسلوبه صار زفت. اهله كرهوني حياتي، وصار هو يمد يده ويضربني وما يحترم احد. تخيلوا انه يتسلف من اخواني ويقول لهم بجيب لاختكم هي مستحية تطلبكم للحياة، وأنا والله ما أطلب. المهم لما تجمعت علي الأسباب قلت خلاص الهنا وكفاية، وشلت أغراضي ورحت لأهلي وجلست عندهم 7 شهور. وأمي رجعت تعايرني ومشاكل، وتحرش أبوي علي وتشكي مني قدام الناس. بعد 7 شهور هذه اللي جلستها عند أهلي، زوج المصون حس على نفسه، جاء وتفاهم مع أبويا ورجعت. جلست لين ما صار عمر ولدي 9 شهور، ورجع زوجي زي المجنون. ما أبغى أقول لكم إيش يسوي، لكن أشياء اللي في عقل ما يسويها. وصلت إنه يضربني بعصا ويعلم على جسمي، كسر لي إصبعي وأشياء كثيرة. وأقوم أقول الله لا يخليني لو جلست عندك دقيقة زيادة، وأشيل أغراضي وأمشي لأهلي. وجلست حدود السنة عندهم. أول شيء سواه راح باع كل شيء في البيت وحط الفلوس في جيبه، ويمشي ويتكلم ويقول زوجتي أبوها ماسكها عني وهي تطلع مع رجال، وهي راحت بيت أهلها على أنها زعلت إني كشفتها، وهي مو متربية وأمها مدرش فيها وأخوانها مدرش فيهم. ويجي ويتضارب مع أخواني ويجون يقولوا لي يا بنت الناس فكينا منه، يا تطلقي ارجعي له، خلاص هذا ما عاد في طب، مجنون مو بصاحي. توصل فيه انه ياخذ ولدي مني بالاسابيع وما ادري عنه ولا شيء. توصل فيه انه ياخذ ولدي بالاسابيع وهو عمره 9 شهور ولا ادري عنه. كان يقهرني فيه، واترجى اهلي يجيبون ولدي، ما كان احد يسمع لي ولا احد يرد علي. كملت حدود السنة، وصلنا سنة 2022 بشهر 10 رفعت عليه خلع، وفوق هذا كله جبروني اتنازل عن حضانة ولدي، ولا اطلع من البيت وما ارجع لاهلي
يتبرون مني، دعست على قلبي وتنازلت على كل شيء ودفعت له 40,000 اللي هي نص المهر. حكم له كذا القاضي، وجلست شهر كامل ما أعرف عن ولدي ولا شيء، وأنا في هم ومشاكل مع أمي وكلام الناس وحزن ومرض ما يعلم فيه إلا الله. وفجأة يرن الجرس، إلا ولدي مع عمته هم اللي كانوا عند الباب. لا تشوفون إيش صار، والله العظيم كل أهلي يبكون. أمي وهي قاسية بكت من شوقها له، والله كان مثل اللي كب موية على نار وطفاها. والحمد لله صار يجيني أسبوع ويروح عند أبوه أسبوعين، لأن بيت عمامة بعيد عنه. وعمر ولدي تقريبا الآن 2 وشوية. طبعا ما سلمت من كلام أهله إلى الآن، واليومكم هذا توصلني سوالفهم عني، لكني ما أرد ولا كأني سمعت ولا شيء. وحتى لما نتقابل في مكان عام يجون يسلمون علي ولا كأنهم مسوين حاجة. لكن شو نقول، حسبي الله وكفى. أسكت عشان ما يضرون ولدي، ولا هم أقسم بالله ما يهموني بولا شيء. وبس والله الحمد لله تخرجت من دراستي، والآن أدور على وظيفة وأدور فكرة المشروع الخاص، ويا ربي وفقني وياكم. انتهت